كلنا عارفين ان كتر سماع الانجليش هو اللي بيعلق مع الناس وبيخليهم يفتكروا اللغه ويمارسوها بشكل احسن، بس قليلين قوي هم اللي عارفين يبداوا ازاي. لا، هي مش قصة كل الناس مش عارفة تبدأ. في ناس دلوقتي كتير عارفة يبدأ، بس لما بيجي ينفذ أو يمارس بقى بيمارس بطريقة غلط أو مش كاملة زي ما بيقولوا. ففي ناس كتير أوي بتسمع إنجليش كويس جدا وكتير، فتلاقيه في السمع لقيط زي ما بيقولوا، لكن مش عارف يتكلم. طب ما ده بيكمل ده. يعني هديك مثال. Let's say مثلا أنا بقول لك دلوقتي the weather is sunny today. Let's go for a walk. ممكن جدا تكون ما سمعتش كلمة أو اتنين، ما لقطتش كلمة أو اتنين من اللي أنا قلته أو اللي اتقال عموما في فيديو قدامك. جميل، بس عيد تاني. إيه المشكلة؟ افضل عيد لحد ما تلقط الكلام كله. بعد ما تلقط شغل بقك مع ودنك بقى. لازم تشادو. ليه؟ عشان لو عرفت تقول الجمله هتلاقي نفسك بعد كده سهل تسمعها، ولو عرفت تسمعها هتلاقي نفسك بعد كده سهل تقولها. بس المهم الاستمراريه. كمل، افضل قول طول ما انت قاعد. اسمع وقول، اسمع قول، اسمع قول. بطاقك البطاقك البطاقك. ودنك وبقك يشتغلوا مع بعض all the time to master any language.